لكم تعملوا ايه في المعز في رمضان وبالاسعار واهم الحاجات اللي تاخدوا بالكم منها وانتوا هناك. خلينا نعترف ان مهما كان المكان زحمه ودوشه الا ان الاجواء في شارع المعز في رمضان ملهاش مثيل في العالم كله. هو ميكس كده رهيب ما بين المباني والانوار والزينه والاحتفالات والفرحه والفايبز اللي استحاله تلاقيها غير في مصر. روحوا هناك وتمشوا وتفرجوا وعيشوا الاجواء، ولو حبيتوا تقعدوا هتلاقوا عندكم اوبشنز كتيره قوي. القهاوي والكافيهات هناك حاطين تذكره للدخول بتبدا من اول 50 جنيه وبتوصل ل 250 جنيه في بعض الكافيهات. وخد بالك ان ده تمن دخولك المكان بس، من غير مشاريب ولا اكل ولا اي حاجه. ومحتاجه جدا اعرف رايكم في الموضوع ده عشان انا حسيتها حاجه غريبه بصراحه. جوه كل كافيه بقى بيبقى فيه عروض غنى ورقص وفقرات جميله قوي هتعيشكم الاجواء، وهتلاقوا سياح عرب واجانب من كل حته. يفضل تروحوا في يوم في نص الاسبوع وتبعدوا عن الويك اند عشان الدنيا زحمه قوي هناك. خدوا بالكم قوي من حاجاتكم ومن الاطفال الصغيره اللي ماشيه تجري وتخبط فيكم. بلاش تيجوا بعربيه، اركبوا مواصلات احسن، ولو مضطرين ممكن تركنوها في جراج الدراسه، بس اعملوا حسابكم الساعه ب 20 جنيه. واهم حاجه تفرحوا وتتبسطوا وترقصوا زينا كده.